بسم الله. خد يا يوسف معلقه. عايزاك بقى تدوق الفراخ اللي الستريبسل دي قمر. ماشي، هتسلم ايدي. تليفونك بيرن. ده احمد ابن عمي. الو، حماتك بتحبك، تعالى كل. خير، في ايه تاني؟ هو مش الموضوع ده كان اتقفل؟ تمام، طب انا جاي لك حالا اهو. يا عم ما تشغلش بالك، ما دام انا موجود انا هتصرف واحل لك كل حاجه. ماشي، بالظبط مسافه السكه ربع ساعه واكون عندك. ماشي، يلا سلام. في ايه؟ مفيش، في انت ايه بس عارفه كده؟ المشكله اللي معاه. الناس تتكلموا تاني فيها. اللي فانا معانا اروح. سايبه مع طليقته. اه، فانا هروح له بقى اشوف الدنيا دي فيها ايه. بقول لك ايه، والنبي ما تتدخله في حاجه تاني. كفايه انت خدت خبطه في دماغك، عورت لك دماغك كانت هتفتحها المره اللي فاتت. عشان خاطري والنبي. والنبي اما ينوب المسلك الا تقطيع هدوم. يا ست عشان خاطري ما تروحش. ابن عمي في دقيقه، مين اللي هيقف معاه؟ انت دايما بتتجدعن يا عبدو، بس ابن عمك. انا اسف في الكلمه عشان ما تزعلش مني، صايع مش محترم. بيروح لك بسكاكين يتضرب مع الناس ويروح بلطجي. انت مش شبهه. انت الناس بياخدوك بذنبه. عشان انت ابن عمه. هو احنا ناقصين مشاكل كل شويه؟ لا احنا مش. عايزين ناكل ونشرب في امان الله. وتشوف شغلك عشان نربي العيل اللي قدامنا ده. يا بنتي ماشي، انا اتخبطت خبطه جت على غفله المره اللي هو احنا فاتت. مستغنيين عنك. احنا مستغنيين عنك. يا ستي ماشي، انت مش مستغنيه عني، بس هسيب الراجل في دقيقه. سيبه ملناش دعوه. ما تتدخلوش في حاجه. انت المره اللي فاتت كنت هتروح فيه. يعني عايز انا اطلع عيل وجيت قدامه تعبان، يعني؟ مش حوار عيل يا حبيبي. قول له انا في شغل، قول له انا مسافر بره، قول له بودي شغل بالعربيه، قول له اي حاجه. ده انا قايل له ربع ساعه وجاي لك اهو. طب يعني هو ده ينفع؟ هو عمال يبعت اهو. بالله عليك عشان خاطري ما تروحش. طب اروح اشوف بس ايه المشكله فكر واجي. في ابنك. افرض في الخناقه ولا في المضربه خدت خبطه كده ولا خبطه كده تروح فيها. احنا مش مستغنيين عنك. انت سندنا والله. فكر في العيل ده. حول الله يا رب. عشان خاطري يا عبد. قول يا يوسف انت من بتكلم مع بابا، كل قول يا انت بابا حبيبي. كل. عشان خاطري. والنبي ما تروح. طب كلمه تاني، اعتذر له، قول له اي حاجه. قول له هدير تعبت على غفله، انا راح اكشف لها، قول له اي حاجه. ما انت هتصغريني قدامه يا مش هديه. مشكله. اما تتصغر قدامه في وجهه نظرك. احسن مما يجرى لك حاجه واحنا مش مستغنيين عنك. معلش كلمه. عشان خاطر. حضرتك. انا عارفه ان هو ابن عمك، بس كل شويه يحطك في مشاكل وانت مالكش ذنب، انت غلبان. انت بتمشي جنب الحيط. بس بسبب ابن عمك بتحط في مشاكل كتير مع ناس. حاضر. احنا مش ناقصين مشاكل، الله يخليك. احنا عايشين بستر ربنا. حاضر يا هديه. الو، انت فين؟ طب ما تشوف اخوك يروح معاك، انا هدير تعبت واروح معاه المستشفى. يعني ايه؟ انا بقول لك مراتي تعبت فهروح معاها المستشفى. زي ما انا بقول لك كلم اخوك يشوف الدنيا معاك. انت بتزعل ايه؟ يا عم في داهيه. طب شوف بقى حد يحل لك مشاكلك. ما دام انت ما عندكش دم كده. في داهيه يا عم، سلام. استغفر الله العظيم يا رب. قبل ما ابدا كل. اي كلام، عرفت بقى ان كل واحد بيهمه مصلحته. هو عايزك بس عشان خاطر مصلحته. انما مش فارق معاه. فعشان خاطري والنبي ما تعرضش حياتك للخطر. عشان خاطر حد ملوش لازمه. ابن عمك هو اللي كل شويه يعمل مشاكل. فاكر لما رن عليك على الماسنجر من قيمه يومين. وقال لك انا عايز اخليها طالعه من الشغل واخد الولا منها. واضربها واعمل واسوي. هو ده صح؟ لما يعمل كده في واحده ضعيفه. خلاص هي اتطلقت وهو عايز يرجع لها غصب عنها. هي مش قابله ترجع له. هو بقى هو اللي يتصرف بقى. غلطان مش هي. ما تفتحيش بقى في الموضوع، هو بقى يتصرف بقى مع طليقته ومع اهلها. انا عرفت هو على ايه دلوقتي خلاص. ما تشيلش هم. ولا تزعل نفسك، كل يا يوسف ماشي. يلا. يلا يا عبدو بسم يلا كل الله. يلا.
وقول لي بقى ايه رايك في الاستريبس اللي انا عاملاه. لا تسلم ايدك تسلم حبيبتي، تسلم ايدك، من غير ما ادوق شكله حلو. ما تضايقش نفسك بقى، يلا بسم الله. ماشي يلا يا يوسف. كده يسكن. انت فطرتش من الصبح يا عسل. ايه ماشي يا عم.